جليلة على شعبنا في كل أصقاع المعمورة، لأن قضية القائد عبد الله أوجلان هي قضية شعب بأكمله، والشعب الكردي بكل مكان يسأل عن وضع القائد، وهمه الوحيد الاطمئنان على وضعه. لهذا نجد في كل مكان الشعب الكردي يقوم بمظاهرات ويقوم بعقد الاجتماعات والكونفرنسات من أجل الحض القوى الفاعلة في القضية الكردية، وزاد التأثير على النظام التركي بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وكسر العزلة المفروضة عليه والوصول إلى الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لأن القائد عبد الله أوجلان هو مفتاح الحل للقضية الكردية والكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط. نحن نقول نحن أكثر تصميما من أي وقت في الاستمرار بنشاطاتنا ومراسلة كل دول العالم وتحريض كل من له شأن في القضية الكردية أو له تأثير على الدولة التركية. ولن نقف عند هذا الحد، بل سوف نقوم بحملة جمع تواقيع مرة ثانية لإرسالها إلى المجلس الأوروبي. وكلنا يعلم أن المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في أوروبا كCPT ومنظمة حقوق الإنسان الأوروبية كلها تعمل تحت مظلة المجلس الأوروبي. لهذا لن نقف عند هذا الحد، بل سوف نزيد من نشاطاتنا وتصميمنا على النضال من أجل الوصول إلى هدفنا المنشود، حرية القائد عبد الله أوجلان والحل السلمي للقضية الكردية.